انا استغربت جدا من الناس امبارح اللي بيتكلموا على الخطه بتاعت اوساريو، اصله الاتنين الارتكاز، اصله هو الناس مش واقفه صح، كل الكلام اللي بيقولوا له المصريين ده. ايه هو السؤال؟ يا جماعه الجون الاولاني بتاع حسين الشحات ما كانش له دعوه بحد واقف صح او حد واقف غلط. شاكر جدا يا فندم على المعلومه. الجون التاني بتاع حسين الشحات ما كانش له دعوه بحد واقف صح او حد واقف غلط. الراجل ده عمال يقول كلام ضد مصلحتنا بس مقنع. الجون بتاع شريف الحريف اللي بياكل بلوبيف، اللي حظه هو حظ المحاظيظ، الكرة جت في كعب رجله في الاخر فراحت في حتة تانية، ما كانش له دعوة بالناس واقفة صح والناس واقفة غلط. والمصحف والنعمة عليا. وبعدين الكرة اللي دخلت في محمد صبحي من معلولي لولي ما كانش ليها دعوة بحد واقف صح وحد واقف غلط. ده اسمه حظ البيجنرز. هو حظ وزار وكل الكلام ده موضوع بسيط جدا، مش قد اللعب ما تلعبش. انا في البرنامج ده من اسبوع قلت لكم الجون اللي عندنا ده محمد صبحي دخل فيه كورتين كباري. اداء سيء جدا. يعني اذا ما كانش المدرب شايف ان الجون ضعيف، احنا كان معانا جون امبارح غير طبيعي. انت مش طبيعي، انت قيصري. هموت واحلى في الدنيا. يعني جون كل الكور داخله منه عادي، بس في كور طبعا ما كانش يقدر يعمل فيها حاجه. يعني كره شريف دي مستحيله، كره حسين الشحات مستحيله، علولي كان ممكن يجيبها. انا مش عايز الميداليه، يكفيني شرف المحاوله. لانه طبعا قعدوا امبارح يقول لك ايه، عملت بند وكرباج ولا كرباج ولا حاجه. احنا اتغلبنا عشان سيئين، لكن لأنكم جهلة مغرورين مش قادرين تفهموا إن طبيعة الكون نفسه لا يمكن تديكوا فرصة أبداً إنكم تفسدوا علينا حياتنا. وكل الناس اللي بتقول لك الزمالك في الشوط الثاني حاجه تانية، هو الاهلي كسبان 3. إحنا مهزئين؟ ماشي. انت منتظر ايه من فرقه تلتها وهو بيلعب بيفكر هيروح الاهلي ازاي؟ ده كان حلم حلم ايه يا خالد؟ انت هتحور. التلت الاولاني من الزمالك وهو بيلعب قدام الاهلي بيفكر هينقل ويهرب من الزمالك ويروح الاهلي ازاي. على فكره طريقتك في لف الكلام ده انا فهمتها كويس. التلت التاني بيفكر هيروح فيوتشر وبيراميدز ازاي. ده التلت التاني. ما تكبرش الموضوع. التلت التالت بيفكر طب وانا هقعد اعمل ايه لوحدي. هي اجابه رخمه بس عندك حق والله. مفيش اي حاجه جوه اللعيبه تقول لهم العبوا. بقول لحضرتك ان كل لعيب في النادي الاهلي امبارح كان مستعد ياكل النجيله. موضوع مؤثر جدا. وبعدين ايه الفانيلا اللي كلها ترتر وخارج النجف دي؟ مش فاهمك انت في الموضوع. فين الفانيلا؟ اتفضل يا عم. هتيجي امتى؟ جاي لك دلوقتي بس نخلص الماتش. ما شاء الله، ده انت مكشوف عنك الحجاب كمان. دي روح قتاليه، دي حاجه انت متوقع منها فرقه تعمل حاجه؟ إذا كنت في بداية الطريق فمن العيب أن تيأس، وإذا كنت في منتصف الطريق فمن العيب ألا تكمل، وإذا كنت في نهاية الطريق فمن العيب أن تتراجع. انه لو لبسنا الفانيلا الزرقاء ننزل نخلي الدنيا زرقاء. ما هي اتزرقت على دماغ اهلنا امبارح. أنا مش عارف إيه اللي بيحصل لنا ده يا رب. كلها نجوم كده، دي مش فانيلة رجاله يا جماعه. لا انتماء ولا احساس. طب الماتش خلص، في ذكر في النادي فتح بقه ولا الهوا. انا مالي انا؟ انت ايه اللي بيقوله ده؟ اوساريو وهو طالع بيتكلم على الكرة بتاعت محمد عبد المنعم اللي لفاها كده. ايه الكرة دي؟ امال لو كنت شفت الباشا اللي كان واقف فوق الكرة كنت عملت ايه؟ امان عليك يا راجل، لو شفته تفلي عليه.